بياع كلام ومدعي بيتاجر بأحلام الشباب الصغيرة وبيوهمهم إن في حياة مثالية يقدروا يعملوا منها فلوس بالهبل. وفي ناس بتقول إنه بيحاول يقلد إبراهيم الفقي، وكل ده ليه؟ طبعا عشان شوية مشاهدات وفلوس. كل دي اتهامات اتقالت عن صلاح أبو المجد. مجموعة من الناس قرروا يطلعوا الحكم ده عليه بعد ما شافوا حتة قد كده من اللي صلاح بيقدمه من غير ما يعرفوا أصلا حكاية الراجل ده إيه. عايزاك بس تاخد بالك من حاجة وأنا بحكي لك القصة. شخصية مغامرة زي صلاح في مجتمعنا ده معناه إن ولا عنده أهل بيدعموه ولا أصحاب فاهمينه ولا حد عايز له الخير. كله بيحبط وبيشده لورا وبيحسسك إن يا أنت لسه هتفتح بيزنس وتشغله وتستناه ينجح عشان يعمل فلوس. يا عمي ما كانش حد غلب. فافتكر النقطة دي كويس وأنت بتسمع الحكاية. لو رجعنا لورا شوية لأيام طفولة صلاح هنلاقيه كان شخص عادي جدا وعنده مشاكل كتير جدا في حياته، يعني زيه وزيك. اللي يفرقنا بس عن بعض إن صلاح حب يفهم نفسه علشان يغير شكل حياته اللي ما كانتش عاجباه. صلاح والده كان صحفي، فبحكم شغله كان بيسافر كتير هو وعيلته. يعني ده معناه ان صلاح كان كل سنه بيغير مدرسه. ففتره بقى انك بتحاول تطبع على المكان والناس اللي كلنا ملناش خلق عليها دي وبنعملها مره ولا مرتين بالكتير قوي في حياتنا، صلاح عاشها يجي 10 مرات في طفولته. وده معناه ان صلاح اتوجب معاه يجي مليون مره. يعني فتره التريقه اللي بتحصل على اي طالب جديد في المدرسه دي هو عاشها بعدد شعر راسه. ولما كان بيشتكي لاي حد كبير في المدرسه كانوا هم كمان بيتريقوا عليه. وطبعا عشان ما يطلعش شخصيته ضعيفة قدام أهله ما كانش بيحكي لهم أي حاجة من اللي بتحصل له في المدرسة. فما كانش قدامه غير إنه هو شخصيا يطلع نفسه من الدايرة دي. يعني شخص مسؤول من وهو طفل ومحدش بيدعمه نفسيا. وبما إن صلاح ما كانش شاطر في المدرسة ولا موهوب ولا عنده أي حاجة روشة كده تخلي الناس عايزة تصاحبه، فما كانش قدامه غير إنه يعمل حاجة واحدة، يعزم صحابه على أكل وشرب علشان يرضوا يصاحبوه. هو يمكن اللي عمله ده ما كانش أحسن حاجة، بس في الآخر اسمه تشغيل دماغ. يعني زي ما انت شايف الراجل من يومه سياسي وبيحاول يتصرف علشان الدنيا تمشي. وتعدي السنين ويتخرج صلاح من كلية حقوق جامعة المنصورة ويعمل ماجستير في القانون الخاص من جامعة عين شمس. بس جه بقى يشتغل في شركة محاماة لقى انه لازم يبقى معاه ماسترز من بره مصر، فكان لازم يشتغل شغلانة تانية علشان يحوش 250 جنيه تمن الماسترز، وبعد ما يخلصها يروح يقدمها في المكتب عشان بعد كده يشوفوا هيرضوا يشغلوه ولا لا. وفعلا فضل 6 سنين شغال عشان يحوش تمن الماسترز. كان بيدرس قانون دولي واقتصاد دولي لحقوق انجلش برايفت. الكلام ده كان بيحصل من سنة 2006 وهو بيدي محاضرات، يعني داخل على 20 سنة. يعني ولا هي حاجة جديدة ولا فكرة اخترعها يدخل بيها سوشيال ميديا عشان يكسب شهرة وفلوس. وفعلا بعد 7 سنين شغل عرف ياخد تاني ماسترز في قوانين التجارة الدولية من جامعة بوردو في أمريكا. المهم إن صلاح وقتها اكتشف إن عنده موهبة توصيل المعلومة، مش مجرد بيدرس مادة علشان القرشين اللي جايين من وراها. فأول ما قفش إن عنده الموهبة دي قرر يستغلها. فقعد بقى يشتغل على نفسه ويطور من نفسه كتير، وقعد يفتكر ايه الحاجات اللي كانت بتخليه زهقان ايام ما كان طالب سواء في المدرسة او الجامعة علشان يحاول يغيرها ويوصل المعلومة بطريقة مش مملة. المهم ان الفترة دي صلاح كان عايش حياة اي شاب مصري عادي بيفرق عشان يحقق احلامه، لدرجة انه فضل سنتين كاملين يحضر شغله في السايبر علشان ما كانش عنده كمبيوتر. ولما ربنا كرم بقرشين وحب يشتري لابتوب يسهل له شغله قعد يدفع في اقساطه 4 سنين. الجميل بقى ان صلاح بالنسبه للطلبه ما كانش مدرس على قد ما كان صاحبهم اللي بيحبوا يروحوا ياخدوا رايه في اي حاجه في حياتهم. فاكيد كانوا بيعملوا كده لسبب، يعني اكيد كانوا شايفينه دماغه حلوه مثلا وشايفه كتير. لكن الاهم من كل ده انه عمره ما فرض على حد حاجه ولا حسس حد انه ناقص عشان ما بيعرفش يعمل حاجه. وعشان صلاح فاهم كويس ان التجارب هي اللي هترسم لك طريقك، اشتغل في كيونت اللي اتعلم فيها البيع، او هقول طور من نفسه في البيع. لان اللي متابع صلاح ابو المجد كويس عارف انه بياع بالفطره، بس كمل انه يطور من نفسه بالكورسات سيلز، ماركتينج، بابليك سبيكينج وغيرهم كتير. وفتح مشروعه اكتا بزنس. ده عباره عن مكان بيوفر كورسات بس عمله في المنصوره بلده، لان الشباب بعد ما بتتخرج بتضطر تسافر القاهره لان مفيش مكان في المنصوره بيقدم الموضوع ده. فهو قرر يعمل لهم المكان ده علشان يسهل على الشباب التعليم. يعني مش بيتاجر باحلامهم ولا حاجه، ده بيساعدهم يحلموا. ده غير بقى انه عمل شركه ديجيتال ماركتينج بالشراكه مع ناس يعرفها. وبعد الكلام ده كله بدأ بقى يعمل توكس عشان يتكلم مع الناس وينصحهم. فتخيل بقى ان بعد كل اللي حكيته لك ده وبعد الخبرة الكبيرة جدا اللي عنده دي لسه في اللي شايف ان صلاح بيحكي حاجات من الخيال مش من ارض الواقع. طب ازاي؟ بس برضه حياته ما كانتش بالسهولة اللي انا بحكي بيها دي. انا لو هتكلم عن عدد المرات اللي صلاح وقع وفشل فيها هحتاج مش اقل من 10 حلقات. صلاح في رحلته خسر اي حاجة ممكن تتخسر. خسر بيزنس، خسر ناس كانت اقرب له من نفسه، خسر ملايين، لدرجة
لدرجة ان اوقات كتير في حياته كان بيستخبى من الناس اللي هو استلف منهم فلوس علشان مش معاه فلوس يرجعها لهم. ده غير ان صلاح مريض اكتئاب مزمن، يعني ولا عايش مرفه ولا مش ناقصه حاجة ولا الحاجات اللي انتوا بتقولوها عليه دي. الراجل من وهو طفل ما شافش دعم نفسي، هيجيب الحياة مرفهة منين؟ بيقول صلاح انه واخد عهد على نفسه من زمان انه عمره ما هيتكلم في حاجة هو ما عاشهاش، يعني هو بيطلع ينصح الناس من واقع خبرته اللي هو شخصيا عاشها. وحط مليون خط تحت الجملة دي، يعني هو عمل يا جماعة مش معملش. لما بيطلع ينصحك بحاجة بينصحك علشان ما تمرش بيها تاني، مش شاف له فيديوهين من على يوتيوب تنمية بشرية وطلع يحسسك بنقصك. عشان كده هو في كل محاضراته اللي انتوا بتشوفوا منها دقيقتين 3 على السوشيال ميديا دي وبتقعدوا تطلعوا فيها القطط الفاطسة، الكلام ده هو ما بيبقاش محضره، هو بيقول الكلام ده من دماغه عشان ده اللي في دماغه. يعني يا جماعة ببساطة الكلام ده لو مش راكب مع شكل حياتكم ده معناه ان الكلام ده مش موجه ليكم، مش معناه ان الراجل ده بيضحك علينا وعايزنا نعيش في اللالا لاند. وبرده في حاجة مهمة عايزاك تاخد بالك منها، ان الخبرة اللي صلاح بيقدمها لك دي مش عشان هو مقطع الدنيا نجاح، بالعكس هو فشل في حياته اكتر بكتير ما نجح. الفشل هو اللي بيخلي عندك خبرة اوسع. انت لو نجحت في حاجة ممكن ما تروحش تجرب في حاجة جديدة الا بعد فترة كبيرة، وممكن ما تجربش اصلا. انما كل ما تفشل كل ما هتبقى عايز تجرب في حاجة جديدة يمكن تنجح. وعلى فكرة لو جيت تبص على كلام صلاح في اي بودكاست او برنامج هتلاقي كلامه هو وبنفس الامثلة كمان، واللقاءات دي ممكن يبقى بينها سنة واتنين على فكرة. فاكيد اللي بيدعي حاجة او بيكذب اكيد هيجيله وقت ويتلخبط في تفصيلة على الاقل. اقول لك انا بقى اللي بيحصل ايه، الناس ببساطة اللي هم انا وانت وكلنا مش بنحب حد يواجهنا بعيوبنا ولا يقول لنا على حاجة ناقصة فينا، ومش بنحب حد برضه يتكلم عن حاجة قدامنا نفسنا فيها. ولما ده بيحصل تلقائي بنبدأ نغلط البني ادم اللي قدامنا حتى لو هو مش بيوجه لنا احنا الكلام ده. فنفهم من ده ايه؟ نفهم ان المشكلة فيك انت يلي واخد الكلام على نفسك. فايه اسهل حاجة نعملها عشان ما نبقاش غلط؟ نطلع صلاح غلطان وما بيفهمش حاجة وعايش في ديزني لاند وفيه العبر، علشان ناخد احنا مسكنات ونحس ان لسه عندنا فرصة نرمي فيها فشلنا على شماعة الظروف. لان الشماعة دي لو مش موجودة انت هتضطر تواجه نفسك بعيوبك، واكيد دي حاجة انت مستحيل تعملها. بعد كل اللي حكيتهولك ده محتاج اعرف منك فين الحياة المرفهة اللي انت بتقول صلاح عايشها؟ فين ديزني لاند اللي هو جاي منها؟ فين الكلام اللي مش واقعي اللي هو بيقوله؟ فين المتاجرة باحلام الشباب عشان المشاهدات؟ هو بيكلمك في حاجتين ملهمش تاني، يا اما حاجة هو درسها يا اما حاجة هو عاشها. انت بقى مش عايز تصدق وعايز تمشي مع القطيع عشان ضميرك يرتاح، هرجع تاني واقولها لك، دي مشكلتك انت.